ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا متنسوش نعمل لايك، نشترك في القناه، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهارده بيتكلم عن ملكة الجزائر السابقة واللي لسه متزوجة فرحها قريبا من المصري، واتعمل هنا في مصر وحضروا ناس كتير جدا من الجزائر ومن المصريين. كانت طبعا من المتواجدين سمارة وابو جبل. فرح الملكة الجمال الجزائر السابقة سهى، وهي طبعا على قصة حب مع زوجها جدا، ربنا يوفقهم ويحميهم من العين يا رب العالمين. والنهارده لأول مرة بتعرض لنا مطبخ بيتها وبتعمل لزوجها أكلة جزائرية، البغرير تقريبا كده، البغرير المهم ان هي دي أكلة تقليدية جزائرية جدا 100%، ومحبوبة جدا جدا عند الجزائريين، وبترمز للكرم والحفلات والمناسبات والحاجات الجميلة كلها. وهي أكلة تقليدية من الأكلات التقليدية الجزائرية، ومحبوبة جدا 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 عند أهل الجزائر. وكمان قريت إن هي ليها أكتر من اسم، يعني أكتر من مسمى في الجزائر. طبعا أكيد الأكل الجزائري جميل، مذاقه جميل، ده بشهادة الجميع. وأكيد زوجها المصري يعني هينبهر من الأكل الجزائري اللي هي هتعمله. وهي قبل كده صرحت وقالت إن هي لما اتسألت إن هي بتحب الأكل المصري والجزائري أكتر، قالت إن هي بتحب الأكل الجزائري أكتر. هي بتحب الأكل المصري ولكن بتحب الأكل الجزائري أكتر. يوفقهم يا رب هي وزوجها، ويحميهم ان شاء الله، ويرزقها الذريه الصالحه باذن الله تعالى. حضراتكم على الف خير يا رب في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكلها كده يعني عندنا احنا شبه الكريب كده، ولكن هي اسمها البغرير.